أنا عارف إنها ممكن تبدو جملة صادمة وخطيرة جدا، ولكن ممكن تسمح لنفسك تبقى عبيط. بقت أكبر مشكلة لأي حد بيبدأ في أي حاجة، أي حاجة حتى لو بيلعب، إنه مش متقبل ومش مستحمل فكرة إنه يبان مبتدئ، إنه يبان بيغلط، إنه يبان بيحاول، عايز على طول يبدأ من حيث انتهى الآخرون. ممكن بقى تدي لنفسك مساحة للتجربة، ممكن تستمتع بفكرة إنك بتفشل، ممكن تستمتع بفكرة انك بتتعلم وبتجرب. قوة الانسان مش في انه ينجح، قوته في انه يفضل يستحمل الضربات ويكمل مهما فشل. انا معاك ان البداية صعبة، والخروج من منطقة الراحة ومن الحاجات اللي انت عارفها اصعب واصعب، ولكن مش هتعرف توصل للي انت عايزه الا لما تعمل اللي انت مش عايزه. جامدة دي، حلوة. فعلى قد ما تقدر يا صديقي، حب نفسك وحب المرحلة اللي انت فيها، حب غلطاتك وحب ضعفك وحب فشلك، لانك صدقني انت دلوقتي عايش في القصص اللي هتحكيها لاصحابك بعد كده، اللي هتحكيها لمراتك بعد كده، اللي هتحكيها لعيالك بعد كده، وتقول لهم انا وانا صغير فشلت وعملت ورحت وبدأت غلط ومشيت في سكة غلط، وبعد كده رجعت تاني وتعلمت وغلطت في ده واستفدت دروس من ده، وهكذا. حياة سهلة وبسيطة، والله ما في اسهل من ان الواحد يستعين بربنا ويقول بسم الله ويبدا بس. وما تنساش الرزق فوق مش فينا، مفيش عبد ولا انسان في ايديه اي رزق. ما تخافش من حد، اسعى وسيب الباقي على ربنا خلاص. ويا سلام لو تقفل الفيديو وتشوف انت بتعمل ايه وتبدا فيه. ان شاء الله انك تبحث عن الحاجه، ما تذاكرش يا عم دلوقتي، بس ابحث عنها، خد فكره عنها، رتب حتى يومك بكره لما اصحى من النوم هعمل ايه. خطط مثلا للهدف الكبير ده، بدل ما تاخد كورس 60 ولا 70 فيديو، اسال نفسك بكره هخلص فيديو واحد بس، بعده هخلص الفيديو اللي بعده، وراقب نفسك. هتلاقي نفسك بعد شهر بعد شهرين خلصت الكورس 60 فيديو اللي انت خايف منه. هي بتبدا كده وبتمشي كده، وكلها بدات كده. اهم حاجه سيبها على ربنا، وكده كده بتاعتك جايه جايه. سلام عليكم.